صباح الخير، بنصبح على حضراتكم من جديد. في فقرتنا أحوال النهاردة هنتكلم على أحوالنا مع الحركات والتحركات والحراك، هذا التعبير الذي ظهر مؤخرا والذي يعبر عن حالة من التفكير وحالة من الاختلاط والانخراط في العمل السياسي من بعض الشباب وبعض من النخبة المصرية اللي ربما كانوا معازفين في وقت من الأوقات عن الدخول في معترك الحياة السياسية والاجتماعية. مؤخرا بقى في جمعيات وبقى في جماعات للتغيير وبقى في حركات وتحركات وحراك، ولكن هذا الحراك الاجتماعي وهذا الحراك السياسي وربما أيضا الاقتصادي والأدبي والثقافي، كل أنواع الحراك، هل هو للأمام أم هو للخلف؟ هل هو في المكان؟ وإذا كانت الحركة في المكان وكنا معتدين عليها سواء في طابور الصباح أو في حصة الألعاب الرياضية أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية، هي حالة من الإحماء أو التسخين. هل بالفعل ما تشهده الحياة المصرية السياسية والاجتماعية الآن هي حالة من حالات الإحماء أو التسخين، مقدمة لتحركات حقيقية للأمام، أم أنه الحركات الاجتماعية والسياسية سرعان ما تنفجر وتعلو أصواتها، ولكن أيضا وللأسف الشديد ربما يرى البعض أنه سرعان ما تخمد أيضا الهمم والحماس لهذه الحركات؟ ما هو تقييم أو التقييم الموضوعي لكثير من التحركات التي كانت في الفترة الماضية والحركات والجمعيات والجماعات التي تم تشكيلها لمزيد من التغيير في حياتنا؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيوفنا اللي بيشرفنا الدكتور عمرو الشوبكي، الكاتب المعروف والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك. بيشرفنا أيضا الأستاذ مصطفى النجار، الناشط والباحث في الحركات الاجتماعية. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، حضرتك قدمت دراسة بحثية مهمة، الحركات الاجتماعية في مصر بين الصعود والتراجع، وقارنت بين حملة مناهضة أجريوم و6 إبريل كنموذج. كيف وجدت الاختلافات المميزة لكل حركة عن الأخرى؟ في الحقيقة هي الورقة البحثية ديت يعني كانت عايزة تبص على كذا حاجة في الحركات الاجتماعية أو على حركات بشكل عام، يعني سواء كانت حركات ذات مطالب اجتماعية زي حملة أجريوم أو مثلا حاجة زي الضرائب العقارية، أو حركات ذات مطالب سياسية زي كفاية أو 6 إبريل. فأنا ركزت في الورقة البحثية عن حركة مناهضة أجريوم اللي كانت في دمياط وحركة 6 إبريل. حاولت أرصد يعني نقط معينة، أهمها إيه طبيعة الخطاب بتاع كل حركة، الخطاب بتتوجه بيه للجمهور. تاني حاجة تعبئة الموارد داخل الحركة بتتم ازاي. ثالث حاجة التماسك الداخلي جوه الحركة شكله كان ايه. رابع حاجة الفرصة السياسية اللي هي سمحت الحركة دي ان هي تتحرك او تظهر. ممكن البعض يعني يستغرب ليه حركة أجريوم وليه حركة 6 إبريل، مع ان دي حركة يعني حركة أجريوم ذات قضية واحدة بس، كانوا بيطالبوا بإيقاف بناء المصنع أجريوم في دمياط، وحركة 6 إبريل حركة يعني تطالب بالتغيير بشكل عام. لكن أنا كان قصدي في الورقة البحثية ديت إن أنا أشوف الحركات من الداخل، اللي هو يعني الناس كلها بتتعلل إن القمع الأمني إن ما فيش فرصة. لا، أنا قلت اللي هو قبل ما إحنا يعني نبدأ نشتغل والنظام يعترض علينا أو يوقفنا، الحركات دي من جوه بتعمل إيه؟ الخطاب بتاعها ده هي اللي بتحدده، محدش بيحدده غيرها. تعبئة الموارد أو فلسفة تعبئة الموارد والحشد داخل الحركات هي برضو اللي بتبتكره وهي اللي بتشوف تعمله إزاي. فدي حاجات من الداخل. التماسك الداخلي ممكن يكون في بعض الاسباب الخارجيه، لكن في مصر يعني اسباب انهيار الحركات من الداخل اغلبها من وجهه نظري هي اسباب من الداخل في النشطاء نفسهم. يعني اسباب شخصيه؟ في اسباب كتير يعني جت في الورقه البحثيه، اهمها يعني احيانا كتير ما بيبقاش فيه رؤيه واضحه من الاول والناس وهي بتبدا مع بعض، ما بيبقاش فيه فرصه للحوار الداخلي او قنوات الحوار الداخلي يعني تحسم او اليه حسم الاختلاف اللي موجود او اداره الحوار الداخلي. احيانا بتبقى فيه صراعات شخصيه او احيانا بيبقى فيه صراعات على حاجات معينه، مثلا مين يتحدث للاعلام، مين يبقى المنسق العام للحركه. واحيانا
بيكون سقف المطالب يعني عالي جدا واكبر من قدرات المجموعه نفسها؟ وربما يعني وحضرتك ذكرت ده انه بعض او خطاب 6 ابريل تحديدا اطلق عليه خطاب الصحاف نسبه الى الوزير الوزير العراقي المعروف، والذي عرف بخطبه المبالغه جدا في بقوه الوضع العراقي والجيش العراقي، وربما كانت دبابات التحالف الانجلو امريكي تمر من وراءه مقتحمه بغداد. لو التزمنا يعني بالمقارنه ولو وقتيا ومؤقتا بين أجريوم و6 ابريل دكتور الشبكي، هل يعني السبب الرئيسي في نجاح تلك الحركه أجريوم أو مناهضة إنشاء هذا المصنع وفشل 6 ابريل هو أنه كان هناك هدف واحد محدد مفهوم، أما ربما 6 ابريل كانت هناك الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؟ صحيح، هي بالأساس طبيعة الأهداف أو طبيعة الفرق بين الحركتين، وأعتقد دي أهمية ورقة الأستاذ مصطفى، إنه إحنا بقالنا فترة طويلة بنكتب عن مسألة التمييز بين الحراك الاجتماعي وبين الحراك السياسي، بين حركات الاحتجاج الاجتماعي اللي زي أجريوم وزي العمال اللي بنشوفهم والموظفين، وبين حركات الاحتجاج السياسي زي كفاية و6 ابريل وغيرها. أعتقد اتحط الإيد على فروقات حقيقية بين الاثنين في هذه الورقة، ومنها اللي حضرتك بتقوليه انه بالفعل في فرق هائل بين طبيعة المطالب، مش بس تنوعها. مع أجريوم صحيح كانت محددة هدف وحيد، لكن حركات الاحتجاج الاجتماعي في كثير من الأحيان بتبقى عايزة ترفع المرتبات، في كثير من الأحيان عايزة حصل في المحلة يغيروا رؤساء مجالس الإدارة، يعني في بعض الأحيان قوى الحراك الاجتماعي بتبقى أهدافها متنوعة لكنها قابلة للتحقيق، ده الفرق. أما حركات الاحتجاج السياسي فأنا لا أتصور في تاريخ أي حركة احتجاج سياسي في العالم إنه يبقى عددها 50 يقول عايزين نسخة النظام الحكم، أو إنه إحنا نبقى أقصى حاجة في وقفة احتجاجية بيبقى فيه 200 واحد على سلم أي نقابة ويبقى هدفنا إن إحنا نعمل ثورة في مصر. يعني أنا في رأيي إنه ده نوع من العبث، واللي ابتدى من 2004 رغم أهمية الحراك اللي حصل، الحراك السياسي اللي حصل في البلد من 2004، وإنه حرك مياه راكدة كتير وربما يكون ساعد رموز الاحتجاجات الاجتماعية إنها تخرج، يعني فتح باب وثقافة الاحتجاج في المجتمع المصري. لكن المشكلة الأساسية ظلت في طبيعة المطالب، إنه في أحلام كبيرة جدا وقدرات هذه الجماعات زائد رغبة المواطنين نفسهم. إنه مين قال إنه بالضرورة الناس في مصر عايزة تغير كل حاجة أو عايزة تهد النظام؟ ممكن يبقى الناس في مصر عايزة تصلح النظام، ممكن الناس في مصر عايزة تضغط على سياسات الحكم من أجل إنها تتغير، مش إنها تهد كل المنظومة كلها. وبالتالي أنا رأيي فيه فشل في خطاب الحركات الاحتجاج السياسي الجديد نتيجة الخطاب الحالم، نتيجة عدم القدرة التنظيمية على أنها تنجز أشياء حقيقية في الواقع، وأيضا بعدها عن الناس. هل بعدها عن الناس أم عدم قدرتها على مخاطبة الناس بما تهتم به وبما يؤثر في حياتها؟ يعني أجريوم ومن خلال الدراسة البحثية القيمة الحقيقة اللي أجراها أستاذ مصطفى النجار، الناشطين في هذه الحركة المناهضة لإنشاء أجريوم وعوا الناس بأهمية أو خطورة إنشاء هذا المصنع على حياة الأفراد اللي بيعيشوا حاليا وعلى الأجيال القادمة أيضا. تحدثوا عن الحياة، تحدثوا عن المرض، تحدثوا عن أخطار. هل الخطاب وتبسيطه أحيانا للبسطاء وربما يعني رفع سقفه إلى أعلى مستوى مع وسائل أخرى، هذا الذكاء، هل هذا ما تفتقده بعض الحركات مثل كفاية و6 ابريل وغيرها؟ حضرتك وضعتي يعني ديكي على نقطة غاية في الأهمية، هي نقطة خطاب الحركات. أحيانا يعني المشكلة إن النشطاء في الحركات بيتخيلوا إن الناس عارفة كل حاجة وإن الناس فاهمة وإن الناس يعني على نفس درجة الوعي، وده مش حقيقي. الناس في الشارع يعني مطالبها اليومية اللي تشغلها رغيف العيش، مصاريف المدارس، الأسعار اللي بتغلى. ففكرة الأهداف الكبيرة قوي بالنسبة لهم الديمقراطية والتغيير وهذا الكلام يعني لسه ما اتربطش عند الناس
بمطالبهم اليوميه. فالحركات الاحتجاج السياسيه لم تعي هذا. فحمله اجروا من نجاح كان اساسه ان الناس دي اشتغلت بشكل منهجي. الناس دي شافت ان هو في مشكله، فعملوا الاول دراسات عن المشكله عن طريق يعني علماء في البيئه وعن طريق مهنيين من نقابه العلميين، حضروا تقارير مبسطه سهله، طلعوا منها رساله وصلوها للناس في الشارع. بقت الناس في الشارع اتكونت عندهم صوره ذهنيه ان مصنع اجريوم ده يعني الموت، مصنع اجريوم ده يعني استعمار جديد، يعني تلوث الثروه البيئه البحريه، يعني موت الثروه السمكيه. فبقى المواطن العادي واقف على نفس الدرجه وعلى نفس الخط اللي واقف عليه النشطاء اللي بيطالبوا بالاحتجاج دوت. فنجاح حمله اجريوم انا شايف ان هو يعني اقوى حاجه كانت فيه ان هم عرفوا يوصلوا للناس بجد، عرفوا يعني يشوفوا يخلوا الناس يبقوا معاهم، مش هم بيقولوا للناس تعالوا، لا الناس هي اللي تبنت القضيه بعد كده. لدرجه ان في بعض مراحل الحركه الاحتجاجيه في دمياط بقت الناس هي اللي بتنظم الفعاليات، الناس هي اللي بقت بتطالب. ويعني مع تصاعد الحمله لاحظنا في الدراسه ان يعني اعداد الناس كانت كل يوم بتزيد، وده كان معناه ان خطاب الحركه دي ناجح. عكس الحركات السياسيه، عكس اعداد الناس بتقل.